الدراسة في قبرص وعلاش كتعتبر فرصة ممتازة للطلبة المغاربة اللي باغيين يكملوا قرايتهم على برا. كاينين عدة أسباب، واليوم وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم كاع المعلومات على قبرص وعلاش هي كتعتبر من أحسن الفرص اللي كاينة حاليا. غادي ندوي لك على القراية، المعيشة، المنحة، السكن وحوايج آخرين. قبرص هي واحد الدولة المعروفة بالتاريخ ديالها العريق وفي نفس الوقت بالكاليتي ديال القراية ديالها، بحيث أنها تصنفت في الأعوام الأخيرة من بين أحسن لي ديستيناسيون اللي كيتوجهوا لهم الطلبة بزاف ومن مختلف الجنسيات. وهذا الشيء بيان سور راجع لي زافونتاج الكثيرة ديالها. وأول حاجة غادي ندويو عليها هي النظام التعليمي ديالها المتفوق، والدليل ان الجامعات ديالها مكلاسين من احسن الجامعات عالميا واللي مجهزين بمطاعم، مستشفيات، مختبرات ومعدات حديثه. وفي هذه الجامعات نيت تقدر تقرا البروغرام اللي بغيتي وفي اي مجال، بحال لا ميديسين، لا فارماسي، لانجينيوري، لانفورماتيك، البيزنس وزيد وزيد. والافونتاج هنا انك تقدر تقرا اي وحده من هذه لي سبيساليتي كيف ما كانت لا نوت ديالك في الباك. مثلا تقدر تقرا الميديسين وانت عندك غير 10 في الباك وبلا ما تدوز كونكور. اما بالنسبه لي ديبلوم فراه كيكونوا بيان سور انترناسيونال ومعترف بهم دوليا، حيت تو سامبلومون كتاخذهم من دي زونيفرسيتي اللي كيكونوا اكريديتي ريكوني او نيفو انترناسيونال. وهنا السؤال اللي كيطرح هو شحال كيوصل المصاريف القرايه. بالنسبه للتكاليف ديال الدراسه فراه كيختلفوا من سبيساليتي لسبيساليتي، وجينيرالمون كيكون رخاص حيت كتستافد من دي بورس اللي كينقصوا لك اكثر من نص من مصاريف الدراسه. وحنا بيان سور اللي كنتكلفوا وكنجيبوا لك هذه المنح. باغ اكزومبل تقدر تقرا لانجينيوري غير ب 2600 اورو واليوم كنتي غتخلص اكثر من 7 مليون في العام. وهذا الشيء كينطبق على كاع لي سبيساليتي تقريبا. بمعنى اخر كتولي قبرص من ارخص الاختيارات قدامك. اما لي كريتير اللي كيعتمدوا عليهم باش كتستافد من هاد لي بورس هو تسجل بكري فقط. بما اننا دوينا عن الدراسه فراه ما خصناش نساو حتى السكن. انت كطالب اجنبي غادي تمشي تقرا في قبرص، غادي خصك فين تسكن. الاختيار الاول هو انك تاخذ لا سيتي اللي هي السكن الجامعي، او اننا نشوفوا معك الوايي. يعني الاختيار كيبقى ليك على حساب انت فاش كترتاح وشنو كيناسبك. ايغالمون دوينا على القرايه، لي بورس وحتى السكن. اجي ندوي دابا على المعيشه. المعيشه في قبرص بالنسبه للطلبه كتعتبر رخيصه، بحيث الا جمعتي كاع المصاريف وخصصتي لهم واحد الميزانيه اللي كتراوح بين 250 حتى 300 اورو في الشهر راه غادي تكفي. بشكل عام قبرص كتبقى من احسن الاختيارات والوجهات اللي يقدروا يتوجهوا لهم الطلبه المغاربه لعده عوامل، بحال القرايه، المعيشه اللي بتكلفه معقوله، لي ديبلوم ديال الجامعات اللي معترف بهم، الجو ديالها والامان اللي معروفه به، والسفر ليها اللي ما كيحتاجش فيزا. هادشي اللي كيخليك تقدر تزور المغرب الوقت اللي بغيتي، وحتى من والديك وعائلتك يقدروا يمشيو عندك في العطله. وكيف ما دوينا على بزاف ديال النقاط باقيين حوايج اخرين خاص كل طالب مغربي كيفكر انه يمشي يقرا في قبرص يعرفهم. هادشي علاش ضروري تواصلوا معنا باش نزيدوا نشرحوا لكم اكثر على كيفيه التسجيل، البروسيدور وحتى القبول الجامعي. واللي ضروري مؤكد هو انكم ما تعطلوش على الانسكريبسيون وتسجلوا في اقرب وقت باش تستافدوا من لي بورس ديالكم، لان المقاعد كيكونوا محدوده. غادي تلقاو لادريس والنيميرو ديالنا، ما تردوش تواصلوا معنا او تجيو عندنا باش تاخذوا بلوس دانفورماسيون.